الساعة 12:47 بتوقيت ألمانيا. اليوم حاعمل معاكم باستا وبريك بلفة بتاعت ورق جلاش وحدي. الموضوع سهل وما صعب، خلونا نشوف الطريقة مع بعض. جبت ورق الجلاش قسمتها بالنص وأسيب كل واحدة على اتجاه. حنبدأ بالحلويات في الأول. وضعت حلة على النار، أضفت عليها ما يعادل كاسة إلا ربع بتاعت سكر. الموية كمان نفس المقاس. بعد كده حاسيبها تغلي لمدة 7 دقائق تقريبا، وأسيبها على جنب تبرد. هنا عندي الفول ما يعادل كاسة بتاعت شاي برضو، سخنته بالسخان كان ده شكله النهائي. بالنسبة للحشوة دي تقدروا تستخدموا أي نوع بتاع مكسرات متوفر عندكم. هنا طبعا بعد ما قسمت الورق بتاع الجلاش جبت صحن بتاع قزاز. المادة الدهنية عبارة عن سمن بلدي وبوتة ما يعادل كام 150 جرام. أفرد جزء من الورق بتاع البقلاوة على الصينية بتاعتي. بعد كده أرش بجزء من المادة الدهنية. بعد داك أضيف عليها كمية المكسرات الموجودة عندي كلها. أرجع تاني أقفلها من فوق بباقي الورق بتاع البقلاوة اللي عندي. أرش عليها باقي السمن المتوفر وأوديها في الفرن، بتاخد حكاية بتاعت 15 ل20 دقيقة. في المسافة دي كان أضفت مقدار كاسة بتاعت شاي حليب في حلة على النار، وأضفت عليها ملعقة بتاعت كستر. خليتها استوت. كان الخليط ساخن والباستا لسه ساخنة. أضيفهم على بعض وأخدها بالجنب لغاية ما إنه المادة بتاعتي تتشرب في الباستا كلها، ونرجع عليها بعدين. هنا جينا للجزء المالح. في الأول حعمل صوص. أضفت 5 ملعقة كبار بتاعت زبادي ما يعادل ملعقة بتاعت ليمون، رشة بتاعت ملح، ملعقة صغيرة توم، يفضل إذا كان فريش براس الملعقة، فلفل أسود، ومعلقة صغيرة ديل. آخرا ما يعادل ملعقتين بتاعت زيت، ويا حبذا إذا كان زيت زيتون. كده الصوص بتاعي خلاص جاهز، أوديه على التلاجة أسيبه ياخد راحته مسافة أجهز باقي الوصفة. دي قطعة بتاعت صدر فراخ ما يعادل 300 جرام. نحاول نشرحها على أصغر حجم ممكن، وبعد كده حنوديها على النار. أضفت شوية زيت على الحلة. بعد كده نزلت باللحمة بتاعتي. بالنسبة للبهار استخدم الحاجة المتوفرة عندك، ما بالضروري حاجة معينة. أنا أضفت كزبرة وملح وأوريجانو وبابريكا وكمان توم بودرة. بعد ما الفراخ بتاعتي تستوي أجيب معون صغير أحاول أصفي فيه الزيت لأنه محتاجينه. بعد ما صدر الفراخ بتاعتي تبرد أرجع أهرسها بإيدي أو بأي حاجة متوفرة عندي، ممكن كبة أو غيره. وكمان كان عندي جبنة بتاعت شيدر، تقدروا تستخدموا أي نوع بتاع جبنة متوفر عندكم. جبت نص اللفة بتاعت الورقة التانية وأبدأ ألف فيها. وهنا كنت بستخدم كل ورقتين. وانت بتلف حاول ما تضغط بإيدك على الورق الشديد عشان ما يتكسر. ألف كل الكمية وارجع لكم. ده الزيت اللي صفيته قبل، أضفت عليه طبعا ملعقة كبيرة بتاعت سمن بلدي لأنه بدي نكهة عجيبة. هنا لفيت كل الكمية. بعد كده جيت رصيتها في الورقة بتاعتي وأقوم بدهنها بالخلطة بتاعت الزيت. طبعا الفرن بتاعي جاهز ساخن. أخدت حكاية بتاعت 15 دقيقة في درجة حرارة 200. وطبعا تكون مجهز السفرة بتاعتك كلها عشان أول ما تطلعها من الفرن لازم تاكل طوالي، بتكون ساخنة ومقرمشة. هنا يا داب أضفت الشيرية بتاعتي للباستا، وأنا بشوف دي كويسة للناس اللي ما بتحب السكر الكتير. تعمل الطريقة دي وتسقيها في الآخر الشيرية بسيطة. يا هلا يا هلا يا هلا، قالوا يكفيك الجواب من عنوانه. وشوف شكل الجبنة عامل كيف بعد ما ساحت. كمان عامل بطاطس عشان أتم اللقطة. يلا ناكل ونجيكم وأقول لكم يلا، تشاو بالله تشاو.